بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة مهمة جدا في ما تشيلش هم في خشونة المفاصل بالتعاون مع شركة الحياة للأدوية. احنا فكرنا ان احنا نعمل بعض الحلقات اللي تهم من معظم الناس والأسئلة بتجينا فيها كتير جدا، سواء السادة اللي بيجونا العيادة أو الناس اللي بيجونا على الصفحة وبيسالونا اسئله كتير جدا. دايما بيهتموا بموضوع اللي هي خشونه المفاصل، يمكن من اهم المواضيع اللي بنشوفها في حياتنا وبنشوفها كتير جدا. لو جالنا مثلا 100 عيان بنقول حوالي 40% من العيانين اللي بيجونا بيشتكوا من خشونه المفاصل، سواء خشونه الركبه او خشونه الظهر، سواء الفقرات القطنيه او الفقرات العنقيه، او كمان خشونه بعض المفاصل الاخرى زي مفاصل اليدين. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتهم الناس وتهم البشر الخشونة، وازاي الواحد يعرف اسبابها، وازاي ان احنا نقدر نتعايش معاها، وازاي نعالجها. ودايما كان السؤال يا دكتور احمد، هو في علاج للخشونة؟ هل الخشونة بتعالج؟ طبعا يا جماعة الخشونة بتعالج، والخشونة كل ما كان فيها اكتشاف مبكر بدري كل ما كان في نتيجة كويسة جدا من العلاج، وان العيان ممكن يتحسن معانا كويس جدا. وانا معايا الاف الحالات اللي اتحسنت معانا جدا الحمد لله، وفي حالات انا بعالجها يمكن من اكتر من 15 سنة والحمد لله حالتها كويسة جدا جدا حتى الآن. فإذا اكتشاف مبكر للمرض، علاج المبكر للمرض بيؤدي نتائج هايلة. عشان كده فكرنا ازاي نتثقف مع بعض ونتكلم مع بعض عن الخشونة وأسبابها وأعراضها وعلاجها، وإن شاء الله دايما في حلقات متواصلة مع بعض إن شاء الله نحاول نوصل لكم معلومة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.